بص يا معلم، فكرة إن الذكاء الاصطناعي هيستولي على شغلك دي حاجة معقدة شوية ومش بالسهولة اللي الناس فاكراها. تعال نشوف في الوقت الحالي ال AI بيعرف يعمل إيه. لو هنتكلم عن مجال الويب مثلا، أول حاجة الأكواد البسيطة واللي بتاخد منك وقت على الفاضي. دلوقتي شات جي بي تي وجيت هاب بتكتب أكواد جاهزة، ممكن تحسن لك الكود كمان وتصلح لك أخطاء، بس ما تسرحش بخيالك قوي. وتعالى أقول لك إزاي. لو خدنا مثال لنافيجيشن بار، إحنا عارفين إنه غالبا بيبقى بنفس الشكل في معظم الصفحات. لو جيت قلت لابو الشتات مثلا اعمل لي نافيجيشن بار لشركه خضار، خلي اللوجو على الشمال والكونتاكت والاباوت والجاليري على اليمين، خدت السي اس اس كوبي وخدنا ال HTML كوبي، وده الشكل اللي طلعهم. طبعا الكود ده اسهل حاجه، لكن لو قررت تعمله انت لوحدك ممكن ياخد منك 10 دقايق. انت اولى بيهم تفكر ازاي تخلي الشكل ده احسن، وهنا بقى يجي دورك انت. التاتش بتاعك يا انسان هو ده اهم حاجه في الموضوع. فلنفترض ان في عميل طلب منك ويب سايت، تركيزك في الحاله دي هيروح من الحاجات التافهه دي وهيركز اكتر في الكرياتيفيتي، وانه يخلي شكل الصفحه احلى واحلى. غير ان الاي اي دلوقتي مش هيفهم كل التفاصيل اللي العميل عايزها، او بمعنى تاني مش هيحسها. لو لسه فاكر ان الاي اي استولى على شغلك، تعال اصدمك واقول لك ان دلوقتي 6% بس من الشركات في امريكا بتستعين بالاي اي. وبعدين انت ليه حاسس بالضعف قوي كده قصاد روبوت؟ يعني هو صح شكله مخيف شويه، لكن قلبهم طيب والله. ولو اشتغلت في اي شركه هتكون انت الليدر، وانت اللي هتقول له يعمل ايه وما يعملش ايه لحد ما يزهق منك ويحاول يقتلك، زي ما حصل سنه 1979 في شركه فول، وزي ما حصل 2018 وعربيه اوبر ذاتيه القياده خبطت واحد في اريزونا، وده تويتر بوت سنه 2016 لما قعد يشتم الناس على تويتر. بس ما تقلقش، احنا اقوى منهم بكتير قوي. كل دي حوادث مفاجاه، حاجات فرديه كده خرجت عن السيطره وانتهت في الاخر يعني. وبعدين الحوادث اللي انا قلتها لك دي ناتجه عن اخطاء مننا احنا برضه، سواء عطل حصل فجاه، سواء كود غلط. اللي عايز اقوله لك ان انت مش مقدر نفسك، انت حاجه كبيره قوي. الذكاء الاصطناعي مش هيقدر يعوض ابداع البشر مهما كان. هو ممكن يكتب لك كام كود، يحل لك كام مساله رياضيه، لكن مش هيقدر يخلق افكار جديده او يحل مشاكل معقده زي الانسان. هو في الاول والاخر معتمد على الداتا اللي عنده. عشان كده من دلوقتي لازم تعرف ازاي تستفاد منه كويس، وتتعلم عنه كل حاجه، وتشوف تاثيره في مجالك، وانت في الاخر المستفيد.